إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بقى ينفع الطماطم تكون التلاتة ب10 وما نجيبهاش نخزنها؟ لا طبعا، لازم نجيب شوية كده ونخزنهم في الفريزر عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وعلشان كمان الطماطم كده فجأة بيكون أسعارها حلوة، وفجأة بتلاقيها طلعت لل30 وال35 مرة واحدة. فاحنا نعمل حسابنا في كمية كده تكون موجودة عندنا للزنقات لما الطماطم تكون أسعارها غالية. كمان لما بتكون معمولة أكياس كده مسبكة ومحطوطة في الفريزر، فهي بصراحة بتوفر عليكي وقت كتير. فأنا لقيتها 3 ب10، جبت كده 6 كيلو ب20 جنيه. بصراحة كان نفسي أجيب أكتر من كده واحطها في الفريزر كده عشان رمضان، بس بصراحه ابني كان تعبان اصلا فما قدرتش اجيب اكتر من كده، لانها هتاخد معايا وقت في الغسيل بقى والتسبيك، وهتضربها كلها في الخلاط وتكيسيها وكده، فما كانش عندي وقت غير الكميه دي بس. يعني انا جبت الكميه دي هتكفيني ان شاء الله فتره حلوه، على ما هجيب تاني بقى عشان نخزن كتير لرمضان. حطيتها انا بقى في الحوض وغسلتها كده كويس، وقطعت الحته اللي بتبقى فوق كده، وقسمت كل طماطمايه كده 2 كده زي ما انتم شايفين، وحطيتها بقى كده في حله كبيره وحطيتها على النار. هتسيبيها على النار بقى تتسبك براحتها خالص. احنا عايزين الطماطم تبقى متسبكه جامد، كل شويه تديها تقليبه كده. هي بصراحه اوحش حاجه بس في الطماطم ما بحبهاش ان هي بتبهدل البوتاجاز. بصراحه بتبهدل البوتاجاز كده وتنزل ميه. فانت لو عندك حله كبيره قوي تقدري تحطي فيها او تقسميها على حلتين، لانها بتبهدل البوتاجاز بصراحه. سبتها اتسبكت اللهم بارك لحد ما بقت نص الكميه كده زي ما انتم شايفين. يعني شايفين الحله كانت مليانه قوي، نزلت لنص الكميه كده، اتسبكت كويس خالص. سبتها حوالي كده 3 ساعات او 4 ساعات على النار، على نار هاديه، علشان لو عليتي عليها النار هتلاقيها هتغرق البوتاجاز ومش هتتسبك حلو. وطي عليها النار كده وسيبيها براحتها، سيبيها تبرد تماما. ما ينفعش تتضرب في الخلاط وهي سخنه عشان ما تبوظلكيش الخلاط، ولا كمان الطماطم تبوظ منك، بتبقى كل حاجه مظبوطه. زي ما انتم شايفين كده، جبت بقى الخلاط وبدات ان انا اضربها كده اللهم بارك. انا عايزاها ناعمه بيوريه، مش عايزه فيها قطع كده كبيره، فاضربيها كده كويس في الخلاط. ما تضيفيش اي ميه خالص، احنا مش عايزين نضيف ميه، هتضيف الميه اللي موجوده مع في الحله، لكن انك تزودي ميه تاني بلاش، عشان احنا عايزينها كده متسبكه تقيله قوي، عشان تعبي الاكياس كده صغيره وما تاخدش مكان في الفريزر وتبقى متسبكه كويس. يعني الكيس كده بقيمه كيسين. طبعا لو في طماطم حمراء اكتر من اللي انا كنت جايباها ديت، يعني لو لقيتي طماطم حمراء كده هاتي طماطم حمراء عن كده شويه، هتبقى حلوه برضو. بس ديت هي اللي كانت بتعب بيها فنقيتها كده في بعضها. لكن لو انت حابه بقى تجيبيها طماطم حمرا كده تقدري تنقيها بايدك، هتبقى ب5 جنيه، فهتبقى برضو سعرها مناسب. ضربت كده بقى الطماطم في الخلاط ناعمه خالص، وعلشان انا عايزاها بيوريه وما بحبش فيها البذر، بصفيها كده زي ما انتم شايفين من اي بذر فيها. بيبقى في بقى القشور بتاعه الطماطم بتطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبتبقى في منتهى الجمال. بتبقى الطماطم ناعمه بيوريه خالص. طبعا هتقولي لي انت بتصفيها في حله ليه؟ لان انا هرفعها على النار تاني، هضربها في الخلاط وهصفيها وهرجع ارفعها على النار تاني، تاخد غلوتين كده 3. ديت هيحافظ على مدة الطماطم في الفريزر لفترة اطول، ما تغيرش طعم منك ولا يحصل لها اي حاجة. كمان لما بتاخد وتدي كده مع بعضها على النار وتغلى غلوتين بتلاقيها تقلت اكتر، مبقاش فيها مية خالص. غير كده بتلاقيها بقى لونها احمر. تقدري بقى تحطي معاه بنجرايه، لو انت بتحبي البنجر بقى وبتحبي طعم البنجر حطي معاه بنجرايه، بتخلي اللون احمر كهرمان، بتخلي اللون جميل. طبعا طول ما احنا واقفين كده ما ننساش الخلاط بتاعنا، اي حاجه تنزل كده نمسح كده الخلاط اول باول، ما فيش بقع تتراكم عليه كده ويبقى الخلاط شكله مش حلو. اول باول كده امسحي الخلاط بتاعك، وبعد ما تخلصي امسحيه في فوطه هتلاقيه معاكي بيلمع على طول. حطيت لها انا بقى معلقه من البابريكا البنجر، لان انا بصراحه ما بحبش طعم البنجر، لكن معلقه البابريكا هتخلي اللهم بارك اللون معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. اللهم بارك بعد ما رفعناها على النار شايفين لونها بقى عامل ازاي. طبعا هي كميتها ما قلتش ولا حاجه، انا اديتها غلوتين 2 بس. انا بس خدت منها طبخت منها فاصوليا بيضه، كان طعمها جميل قوي. الفاصوليا البيضه في ناس كتير ما بتحبهاش، بس انا بصراحه بحبها اكتر من اللوبيا، كمان بتبقى طعمها اجمل من اللوبيا. جبت بقى الكميه اللي اتبقت معايا بعد ما طبخت هكيسها بقى، بس بصراحه مش هكبر كميه الكيس قوي، يعني هصغره، لان زي ما انتم شايفين الطماطم مسبكه اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. فانا طبعا مش عايزه اكتر كميه الصلصه قوي، لان احنا فردين 2 بس والاطفال لسه صغيرين، فمش بطبخ كتير قوي. فبحب ان انا اكيسها كده الاكياس صغيره، كمان ما بتاخدش مساحه كبيره في الفريزر لما بكون مسبكاها كده. يعني بسبكها تسبيك حلو قوي، وبصغر الكميه بتاعتها كده في الفريزر، لان انا من النوع اللي بحب التخزين، بحب اخزن كل حاجه موجوده في الموسم بتاعها
فببقى محتاجة مكان زيادة في الفريزر، فبحب ان انا اخلي الاكياس كده متنظمة ومتساوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صغرت كده الكيس وربطته كويس كده زي ما انتوا شايفين، يعني حجمه صغير، والكمية كده مناسبة قوي. يعني انا بحط 4 مغارف او 5. لما باجي اطبخ بقى الكمية طبعا بتتضاعف معايا، لان ببقى مسبكاها، يعني بيبقى المقدار ده كده مثلا ببرطمان صلصة، لانها متسبكه حلو كده زي ما انتوا شايفين. سبكتها قبل ما اضربها في الخلاط، وكمان بعد ما ضربتها في الخلاط سبكتها كده زي ما انتوا شايفين، فكده الكميه بتاعتها بتبقى حلوه قوي. يعني بطبخ منها كمان طبيخ يومين. انا بحب اطبخ ساعات كده بحب اطبخ الاكل على يومين، فده كده طبيخ كمان يومين، فكده مناسبه قوي. ولما بكون بعمل محشي مثلا باخد كيسين، عشان بحب صلصه المحشي تبقى زياده شويه. اللهم بارك، الكمية عملت معايا بالظبط 5 أكلات. 5 أكلات ديت هتضربيهم في يومين، في 10 أيام، فحلوة قوي ب20 جنيه، فممتاز جدا جدا جدا. هاتي بقى انت كده وخزني بقى عشان رمضان. انا ان شاء الله لسه هجيب تاني علشان رمضان باذن الله، بس انا بحب اجيب على قد كده علشان لما بتضغطي نفسك قوي، يعني مثلا لو انت مثلا رحت جبت دلوقتي برنيكه او جبت 20 كيلو او 15 كيلو، ما هم هياخدوا منك وقت وهياخدوا منك مجهود، وكمان هتهلك الخلاط بتاعك. فهاتيهم كده على مراحل، لان الاولاد اساسا متبهدلين من دور البرد اليومين دول، والكبار ربنا يا رب يشفي ابني ويشفي جميع المسلمين. ادعوا له كده، لان انا اصلا كنت جايبه من عند الدكتور في اليوم ده وجبت الطماطم وانا جايه، فادعوا له كده ربنا يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين. يضرش في حد في اطفاله ابدا، اللهم امين يا رب العالمين، ويبارك لنا فيهم ويحفظهم لنا. اللهم بارك. عملت كده 5 اكياس وكمان طبخت الفاصوليا، اللهم بارك، الفاصوليا كانت جميله قوي وكانت طعمها تحفه. خدت بقى انا الاكياس دي دخلتها جوه الفريزر، ما بياخدوش مكان خالص بسبب الكميه بتاعتهم دي، بتبقى المكان بتاعهم صغير كده وبيتحطوا فوق بعضهم او جنب بعضهم كده، ما بياخدوش مساحه خالص. بقى لو انت مش عندك ديب فريزر كده وعندك التلاجة بس وبتحبي ان انت تخزني الاكياس الصغيره دي، هتبقى مناسبه قوي بالنسبه لك كده. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك وتشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، ولو انت على الفيس يا ريت تعملي لنا متابعه وشير كده جميل منك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. شايفين بقى اللهم بارك شكل الطماطم حمرا وجميله زي الفل. وعلى فكره ممكن ان انت تسبكيها كمان، تقللها كده البصل وتقللها التوم، وكمان تعمليها جاهزه كده على الطبيخ على طول، ده لو انت بتحب كده. شايفين بقى اللهم بارك عملنا بيها شويه فاصوليا بيضه، حاجه كده في منتهى الجمال. تعالوا بينا بقى اقول لكم الطريقه كده على السريع. اول حاجه كده عملتها، اخدت الفاصوليا كده وسويتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسويها خالص، بحب اسويها كده تماما، لان الفاصوليا من الحاجات اللي بتغيب في السوا شويه، فبسويها كده على النار الاول، اسلقها كده في الميه، وبعد كده بصفيها وبعمل لها التسبيكه الاول في حله سخنه كده على النار. حطيت معلقتين من الزيت ونزلت كده بالبصل والثوم، هاخدهم كده التشويح كده لحد ما يبقى بس لونهم ذهبي. انا عايزاهم يبقى لونهم ذهبي بس، لان التسبيكه لما بتحمري لها البصل والثوم قوي كده بتتعب المعده والقولون، فخلي اللون بس يكون ذهبي كده. واول ما اللون يبقى ذهبي بننزل بقى بالطماطم، اللهم بارك، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتاخد غلوه واحده على النار لانها طبعا مش سبكه، وبتحط لها بقى البهارات، ملح وفلفل اسود وكمون وشويه من ال7 بهارات. حط بقى الفاصوليا، طبعا الفاصوليا مستويه وكل حاجه متسبكه، يعني مش هتاخد منك كده 10 دقايق على النار وهتبقى جاهزه معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده. حاجه كده في منتهى الجمال، حتى لو اولادك مش بيحبوها جربيها بالطريقه دي وهتعجبك قوي. كده خلاص الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.